وبعدها بدأ في مرحلة عزل الجدران. الراجل كان بدأ يركب عزل من الصوف الصخري في الجدران. وايه هو الصوف الصخري ده؟ الصوف الصخري هو مادة عزل معمولة من صخور طبيعية زي البازلت، وبتصير على درجات حرارة عالية جدا، وبعدين بيتحول لألياف خفيفة وقوية. واول حاجة، الصوف الصخري ممتاز جدا في العزل الحراري، وده بيوفر في استهلاك الكهرباء سواء للتدفئة او التكييف. كمان هو عازل صوتي قوي، يمنع انتقال الصوت بين الغرف او من بره لجوه. وفوق كل ده مقاوم للنار. الصوف الصخري ما بيولعش يا جماعة، وبيتحمل درجات حرارة عالية جدا. طيب بنركبه ازاي؟ اول حاجة بنجهز الجدران او السقف اللي هنركب عليهم العزل، لازم يكون نظيف وجاف، وبنقيس الابعاد المطلوبة، وبنقطع الواح او لفائف الصوف الصخري حسب المقاسات، وبنركب الالواح بين الهيكل المعدني او الخشبي. ساعات بنثبت الصوف الصخري باستعمال مسامير خاصة او شرايط تثبيت عشان يفضل ثابت في مكانه. واخيرا بنغطيه بالحيطة الخارجية سواء كانت جبسون بورد او الواح خشب حسب التشطيب النهائي بتاع المكان. وفي حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها، ولازم واحنا شغالين نستخدم جوانتي وكمامة، لان الياف الصوف الصخري ممكن تسبب حساسية للجلد او الجهاز التنفسي. وباختصار الصوف الصخري بيعتبر من افضل حلول العزل اللي بتجمع بين العزل الحراري والصوتي والامان ضد الحريق.